السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، مصر. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكركم حبايب قلبي، كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله، بحبكم قوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. يعني حقيقي بجد مش عارفه اشكركم ازاي والله. لو شكرتكم من هنا لسنين جايه كتير مش هوفيكم حقكم ابدا. بشكر الناس الجديده اللي بتخش تعمل اشتراك للقناه وتحط اللايك، واللي بيكتبوا اكتر من كومنت، على راسي بشكركم شكرا جزيلا. حطوا اللايك. وهنتكلم النهارده عن 3 مواضيع. هنتكلم عن امل اسعد، وهنتكلم عن موحى، هنتكلم عن هدى. حطوا لنا اللايك ونبدا بسماح. طبعا بنقول لها كل سنه وابنك طيب، عيد ميلاده طبعا يامن. كل سنه هو طيب يا رب، ويخليهولك كده ويخليلك ولادك وتفرحي بيهم. شفنا الحفله اخيرا بعد ما عملت لنا 100 فيديو تحضيرات الحفله وعزومه الحفله، وزي ما احنا عارفين، والعناوين اللي بتحطها عشان تجذب المتابع. فعملت اخيرا الحفله، وبرضه كانت سايبه برضه حاجه كده. جات لها في الكومنتات قالت لها فين عادل وفين محمد مش باينين؟ احنا شفنا ماما سحوره بس. هو مبدئيا عيد الميلاد كان حلو مش وحش، قدمت فيه فقرات كده، وكان يعني كان معقول. وكل سنه وابنك طيب يا سماح. لكن انت فعلا لفت نظر الناس ان عادل ومحمد ما كانوش موجودين. لكن لو تلاحظوا يا جماعه ان في المرايه كان ظاهر عادل وهو بيصور. هي طبعا لازم تعمل سسبنس كده او تشويق، على اساس الناس برضو تخش في الكومنتات. وفعلا الكومنتات جات لها وقالت لها، يعني كتبوا لها وقالوا لها فين عادل ومحمد مش باينين. لازم برضو ده الموضوع ده هياخد معاها برضو كام فيديو تاني. ما احنا عارفين سماح بتعرف من اين تؤكل الكتف. فبجد يا سماح انت دماغ شغاله ما بتنامش والله، ما شاء الله عليكي. بتعرفي تديري قناتك صح، وبتعرفي تجذبي المتابع، ودي شطاره برضو يا جماعه. بس بصراحه انت بتطولي في المواضيع قوي، رغم كل ده ما شاء الله مشاهداتك عاليه والترندات، واحنا عارفينك يا سماح من زمان. انت ما شاء الله على كده، ربنا يا رب يخلي لك ولادك. شفنا ماما سحوره وشفنا الناس التانية اللي كانت معاكي، احنا ما نعرفهمش، لكن شفنا حماتك وشفنا حماكي والعيد الميلاد ما شاء الله كان كويس. وكل سنه وابنك طيب. حطوا اللايك يا حبايبي، ونتكلم على هدى والفيديو اللي كانت عاملاه. وكانت حاطه صوره البانر وهي لابسه اسود وحاطه ايدها على خدها وبتبكي. طيب مبدئيا يا هدى كله بتاع ربنا. هي طلعت وقالت ان مفيش فرصه يعني للحمل، هو كله بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. وقالت ان راحت عملت اشعاعات وعملت كل اللازم يعني. لكن الدكاتره قالوا لها، واخر دكتور بالذات اللي ياسمين رشحته لها، دكتور نسا، فقال لها خلاص انت يعني مش هتحملي الا بالحقن المجهري، وقدامك فرصه المفروض تعملي كده قبل المخزون بتاعك ما يقل. يا جماعة الناس اللي كتبوا لها في الكومنتات برضو دي فلوس حرام. انتوا عارفين طبعا ان هو كان احمد جوزها اتهموه بسرقة الخزنة بتاعت سعاد، وقالوا لها طيب رجعي الفلوس، ده مال يتامى عشان ربنا يكرمك. ده بتاع ربنا يا جماعة، ودي ابتلاءات، وهي لسه صغيرة. وناس برضو تاني كتبوا لها في كومنتات انت مستعجلة على الخلفة ليه؟ هي فعلا بقالها سنة بس. المفروض يا هدى ما كنتيش برضو رحتي عملتي الصبغه اللي انت عملتيها وعملتي حاجات كتير. لكن ما كانش انت لسه صغيره، ما بقالك سنه وما كملتيش سنه كمان متجوزه. فكله بتاع ربنا. وكفايه يا جماعه الناس اللي في الكومنتات اهدوا شويه، لان هي برضو عايزه تبقى ام. يعني يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله هيرزقك الذريه الصالحه يا هدى، وهتجيبي بدل الطفل 10 يا ستي. ما تزعليش وما تعيطيش، كلها ابتلاءات من عند ربنا، ولازم ترضي باللي ربنا كتبهولك، خير او شر، لان ربنا اصلا ما عندهوش حاجه شر ابدا. يعني كله خير من عند ربنا. فالحاجه الوحشه الحاجه الحلوه اللي ربنا يجيبها لك كده هوت ارضي بيها. ده اللي احنا بنقوله لك. وكفايه يا جماعه
كلام عن يعني هي فيها اللي مكفيها اي واحده بتتجوز علشان تدوق يعني طعم الامومه. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب اللي نفسه في يجيب ولاد، ربنا يا رب يرزقه الذريه الصالحه. وما تعيطيش يا هدى واهدي. شفنا صدفه كلمتها، واحنا عارفين صدفة طبعا فتحت لايف وكلمتها وقالت لها يعني دعت لها وكده، وقالت لها لف الكاميرا يلا على بطاطا. احنا عارفين ان امهم كانت موجودة عند هدى لانها كانت بتفطم بنت صدفة. فواضح ان صدفه قالت لها لف الكاميرا على ماما يا بطاطا وقعدت تهرج معاها، لكن الحاجه فاطمه بصراحه ما كلمتهاش. فبنقول لك يا صدفه ما ينفعش برضو، انت اول ما امك ترجع روحي لها وخدي لها هديه وصالحيها. الا الام احنا شايفينها بصراحه ماسكالك ولادك اهو، واخده الاتنين عند هدى وبتفطم لك بنتك، واحنا شايفينها بصراحه في كل فيديو شايله لك ولادك. فما ينفعش تتعامل الام كده. قلنا مهما يكون الام ام يا جماعه. ربنا يهديلكوا حالكم، ربنا يرزقك يا هدى الذريه الصالحه. كله بتاع ربنا مش بالدكاتره والله ولا بالكلام ده كله. ادعي وقولي يا رب. وفي ناس كتير قعدوا سنين ما يخلفوش وربنا كرمهم. خليكي مع ربنا وادعي. وبلاش يا جماعه الكومنتات اللي بجد معظم كومنتات هدى مش حلوه على فكره. فربنا يهديلك حالك يا بنتي ويرزقك الخير كله. تعالوا بقى نتكلم على امل اسعد. واحنا طبعا شفنا كانت عامله منتدى وكانت كاتبه فيه انتظروا اللايف مهم جدا والفرحه المنتظره. طيب كانت لابسه بصراحه زي فستان كده الواناته حلوه، واضح جدا اللي هي اكيد اتقرا فتحتها. ناس دخلت لها في الكومنتات وقالوا لها ان هو اسمه ناجي الدار تقريبا. ناجي الدار ده يعني هو كبير في السن شويه يا جماعه، مش بالسن والله بالعكس. هي ده اختيارها، هي حتى لو هو يبقى ده اختيارها. كبير بقى صغير بالعكس، لما يكون الراجل كبير عن الست شويه بيبقى ناضج جدا. هي لسه صغيره يعني ما فرحتش برضو. اتطلقت بدري وجابت طفل صغير برضو وقعدت عليه هو تيجي سنتين. فلازم يا جماعه تعيش حياتها وتفرح. شفنا مدام سلوى اللي هي مامة امل اسعد كانت طالعه وعامله لايف هي وامل. وضحوا جدا طبعا ان في خطوبه، واحنا عارفين ان هو العريس دوت اهداها 105,000 وهي عندها طبعا 105,000 مشترك، فاهداها المبلغ دوت كهديه. بس كلنا قلنا لها ده يعني ده ساري عربي واكيد ده في خطوبه، وفعلا طلع كده يا جماعه. يعني يا ريت برضو الكومنتات تهدى عليها شويه، لسه صغيره على فكره مش كبيره. نفرح لها ندعي لها ربنا يفرحها ويفرح كل البنات يا رب. هي عايزه تفرح، هي اللي اختارت يا جماعه. يعني احنا ليه نسخن المواضيع كده؟ ما يمكن هو ده ربنا رزقها بالعريس دوت عشان يعوضها اللي فات. لان احنا عارفين ان هي يعني البنت مؤدبه وكيوته ولذيذه ومحترمه. مدام سلوى برضو انت اهدي شويه على المتابعين، دول بيقولوا رايهم ولازم برضو انت تتكلمي معاهم بالراحه. بنتك والمفروض انت زعلانه عليها وكل حاجه، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يجعله عريس الهنا ويفرح بنتك كده ويسعد بنتك، وده اللي احنا بنتمناه. المتابعين اهدوا شويه يا جماعه. هي اللي هتشيل الليله ان كان العريس حلو ومش حلو. هي اللي هتشيل الليله، هي اللي هتعيش. فلو عندنا كلمه حلوه نقولها ونبارك لها ونقول لك الف الف مبروك يا امل. وهي طلعت وقالت انا هقول لكم كل الاخبار، هتطلع بفيديو يعني وهتوضح لنا الدنيا اكتر. الف مبروك يا حبيبتي. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.